ما ينفعش تكون مبرمج او تدخل مجال البرمجه وانت مش عارف هي بدات ازاي. ففي الفيديو ده انا هجمع لك كل المعلومات عن قصه اختراع البرمجه. فلو انت تتفرج على الفيديو ده بعد المغرب فهات كوبايه قهوه كده جميله واقعد بقى، علشان الموضوع النهارده هيطول شرحه شويه. ومن غير ما نضيع وقت كتير يلا بينا نبدا الفيديو. اهلا بيك يا صديقي الجميل، انا عبد الله محمد ودي قناه سكريبتو. في البدايه خلينا اقول حاجه مهمه جدا، الفيديو ده ولاول مره برعايه جاليري هوجر، وهو ببساطه عباره عن جاليري بيعمل ستيكرز ونوت وحاجات كتير جدا حلوه. ده غير ان هي متميزه جدا كده في حته الكرياتيفيتي. فلو احنا على اليوتيوب هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو احنا على الفيسبوك هسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت، وقولوا ان انتوا جايين من طرف عبد الله محمد وهتاخدوا خصم. مش عارف اتفقت معاها على كام، ولكن هو حاجه زي 20 50%، يعني 60 70 ما تطمعوش بالسوا. هي هتقفل الجاليري بعد الفيديو ده. وعلى فكره برضه الكونتنت بتاع الفيديو ده متاخد من بوست هي كانت عامله قبل كده. طيب نبدا بقى في الموضوع على طول. علشان الكمبيوتر يفهم مننا امر معين وينفذه بيكون في برنامج هو بيقراه، وبيكون عباره عن اصفار ووحايد فقط لا غير. وده طبيعي لان هي دي لغه الاله، وهو ما بيفهمش غيرها يا اما اون يا اما اوف، يا اما في تيار كهربي مار او مفيش تيار كهربي. وهنا بقى بيجي السؤال، طب الكمبيوتر منهم ما بيفهمش غير الاصفار والوحايد، طب هو بيفهم الكود بتاعنا ازاي؟ واحنا اصلا كبشر ازاي نفهم لغه الكمبيوتر؟ اصل بالمنطق كده مفيش انسان هيقدر يفهم لغه عباره عن اصفار ووحايد بس، فكان لازم يكون في وسيط بيننا وبين الكمبيوتر عشان نقدر نفهم بعض، او بمعنى اوضح علشان الكود يكون سهل ما بين الانسان وبين الاله اللي بتتعامل معاها. هديك مثال بسيط، انا دلوقتي لو جيت كتبت لك الكود ده، طبعا انت هتقول لي انا مش فاهم حاجه دلوقتي، انا شايف اصفار وحيد ولكن مش فاهم هي بترمز لايه ولا اصلا ايه معناها. طب تعالى اترجمهم لك. اول كود ده بيمثل كلمه اد، تاني كود بيمثل رقم 50، تالت كود بيمثل رقم 64. فانا كده ببساطه بقول للكمبيوتر اجمع لي 50 زائد 64. طب انت برضه دلوقتي قلت لي معنى الكود بسرعه، بس هو انا عرفت برضه منين معنى الكود؟ هقول لك يا صديقي ببساطه لانه بيكون متسجل على السي بي يو. يعني مثلا لو انا كتبت لك 6 اصفار 1 0 فانت هتفهم على طول ان دي معناها اد. وعلشان طبعا حاجه زي كده يبقى صعب جدا على الانسان ان هو يفهمها بسهوله، فهم عملوا حاجه كده زي الجدول اللي اسمها اي اس اي او انستراكشن سيت اركتكتشر، وسجلوا فيها كل كود وجنبه الكود بلغه الاله علشان يكون سهل عليك انك تعرف ده معناه ايه بكل سهوله. وده ياخدنا لمرحله ثانيه. انا دلوقتي مثلا لو عاوز اجمع رقمين، رقم زي الخمسه ورقم زي العشرة، فببساطه الخمسه ديت ليها رمز معين في لغه الكمبيوتر، والعشرة ليها رمز معين برضه في لغه الكمبيوتر. فانا لما اجي اجمعهم للاثنين هاخد الرمزين دول وادخلهم للكمبيوتر. هاخدهم منين؟ هاخدهم من الجدول اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. ولكن للاسف زي اي حل بيكون ليه شويه مشاكل، والمشاكل اللي حصلت ببساطه هنا ان كل معالج الاوامر والكود بتاعه بيختلف عن المعالج التاني. فاحنا كده وصلنا لنقطه كويسه، الا وهي ان كل معالج ليه اي اس اي مختلف عن المعالج التاني. تاني مشكله بقى واللي هي اصلا بتواجهنا دلوقتي حاليا، ان انت لو ظهر لك اي ايرور فانت بقى تخيل بقى انت معاك بحر اصفار وحيد، دور بقى شوف المشكله دي فين وجت منين وراحت ازاي وايه اللي حصل. وطبعا ده مستحيل. فببساطه جه حد قال طب احنا عايزين نوحد كل الاوامر ديت بحيث نقدر لما نقرا الكود ده نفهمه، ولو في اي ايرور نعرف نطلعه بسهوله. ومن هنا صديقي الجميل عملوا اول لغه برمجه الا وهي الاسمبلي لانجويج. وبقينا ببساطه بدل ما كنا بنشوف كلمه اد ديت معناها ايه بالاصفار والوحيد ونكتب اصفار وحيد، لا احنا بنكتب كلمه اد وهو على طول بيفهم انت عايز تقول له ايه. ولكن هنا الموضوع بقى سهل علينا بس. طب بالنسبه للكمبيوتر هفهمك اكتر. احنا دلوقتي بقينا عارفين نكتب ايه بالظبط، ولكن بالنسبه للكمبيوتر هو لسه مش عارف. هو بدل ما انت كنت بتدخل له اصفار وحيد انت بقيت بتدخل له كلمه، فهو يفهمها ازاي؟ مش احنا قلنا من شويه ان الكمبيوتر ما يفهمش غير اصفار وحيد بس؟ وده ببساطه يا صديقي لان الخطوه الثانيه الا وهي ان هم كان لازم يعملوا حاجه اسمها اسمبلر، وده بكل بساطه بيحول لغه اسمبلي للغه الاله. وركز هنا في حاجه مهمه، اللغتين دولت اسمهم لو ليفل لانجويج، وده ببساطه لانهم قريبين جدا من الذاكره بتاعه جهاز الكمبيوتر. طيب كويس جدا، احنا كده اتطورنا وصلنا لمرحله كويسه جدا، الا وهي ان انا بدل ما كنت بكتب الطريقه ديت عشان يجمع لي 65 زائد 50، فانا بقيت بكتب له كده بس وهو بيجمعهم على طول. ولكن احنا مش هنقضي حياتنا كلها جمع وطرح، احنا عايزين نتعمق اكتر وعايزين نشوف تطورات اكتر عشان نقدر نستفيد اقصى استفاده من الجهاز اللي اسمه الكمبيوتر اللي قدامنا ده، ونقدر نتكلم معاه بشكل افضل. وعايزين نعمل حاجه كمان، بعد ما يطلع لي النتيجه يخزنها في متغير. اصل انا هستفيد ايه بعد ما انت جمعتهم لي؟ ما انا عايز اشوفهم، عايز اتعامل معاهم، عايز اخزنهم عشان اقدر ارجع لهم تاني في المستقبل. وده ببساطه يا صديقي ياخدنا لمرحله تانية الا وهي الهاي ليفل لانجويج. وبالفعل بدا يكون في تطور كبير، فبدل ما كنا بنكتب بالاسمبلي بدأنا نكتب بهاي ليفل لانجويج. وبما ان في هاي ليفل لانجويج فلازم يكون في مترجم جديد، وبالفعل ده حصل وبقى في الكومبايلر والانتربريتر. طب ايه الفرق ما بينهم؟ وهل كل واحد فيهم مثلا بيحول لغه لحاجه تانية او حاجات مختلفه؟ ده كله هنشوفه في الفيديو الجاي. كان معكم عبد الله محمد واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو قادم. مع السلامه.